هو دي الرسالة. طبعا في كلام كتير جدا على انتقال احمد عيد عبد الملك لنادي الزمالك. احنا معانا احمد عيد. يا احمد ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشني. ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بألف صحة وسلامة يا ابو حميد. الله يخليك يا كابتن. قول لي ايه اخر اخبارك؟ هل متواجد في الحرس؟ هل هترحل؟ ايه القصة بالظبط؟ فهمنا عشان الكلام كتير. انا لحد دلوقتي في حرس الحدود موجود، بس النادي طبعا وافق. نادي الزمالك قدم عرض رسمي والنادي وافق وكده. نادي الزمالك كان عارض 2 مليون جنيه. ونادي حرس الحدود كان رد عليه بعد كده اللي هو عايزين 3 مليون ونص. النادي طبعا النادي عندنا وكده عشان كده ليا. انا رحت النادي، قعدت مع الست اللي هو عبد الحفيظ سلم رئيس النادي، وقعدت معاه وتفاوضت معاه انا يعني لحد ما المبلغ نزل ل 2 مليون ونص يعني. بس فطبعا هو تقريبا نادي الزمالك شبه وافق يعني على العرض ونادي حرس الحدود. بس طب ما هي في مشكله ماليه في نادي الزمالك معروفه، يعني نادي الزمالك هيدفع منين وهو عليه مبالغ كبيره لعيبته اللي موجوده؟ ما هو المشكله ان النادي عندنا طلب الفلوس كاش وكده طب هل انت لو يعني نادي الزمالك مشكلته الماليه ما اتحلتش، هل لو هناك نادي اخر او نادي بره مصر ينفع تنتقل له ولا ايه الفكر بتاعك؟ لا هو بص، انا عندي الاولويه لنادي الزمالك يا كابتن. يعني نادي الزمالك نمره واحد. طيب. عندي طيب نادي الزمالك نمره واحد واثنين وثلاثه. نادي الزمالك حصل يعني ما حصلش نصيب وما قدرش يوفر الفلوس، هتبقى في حرس الحدود؟ لو الصفقه ما خلصتش هيبقى لو في حاجه تاني وكده والنادي عندنا لو جالك عرض بره خارجي ما فيش مشكله. يعني لو تركيا مثلا او اي عرض خارجي تقدر يعني توافق عليه انت؟ ما فيش مشكله. هو دلوقتي مش هينفع يا كابتن عشان خلاص النهارده اخر يوم والدنيا قفلت يعني. تمام. بره ديت مش هينفع حاجه يعني. تمام. ولا حتى في نص الموسم ولا في يناير في فتره الانتقالات الشتويه؟ هو فتره الانتقالات الشتويه بقى هيبقى انا من حقي ان انا امضي فري في اي نادي فهستنى. ده اخر موسم ليك مع الحرس. يا كابتن. تمام. خلاص كده احنا فهمنا الموقف. يبقى يا الزمالك يا بره مصر، يا اما تنتظر نهايه الموسم القادم وتوقع مع النادي اللي انت عايزه او نادي الزمالك، ساعتها بقى يبقى التفاوض بينك وبين النادي ان شاء الله. كابتن احمد بشكرك شكر جزيل على هذه المداخله والتوضيح. طبعا الاهلي يؤدي مرانه الاول بالكونغو الليله استعداد لمازيمبي. دي طبعا مباريات الجوله الخامسه من دوري ابطال افريقيا. يوم السبت الزمالك هيقابل